devil has come to Pennsylvania. This thing Jack in your and Janet's house Merle Clinton, an evil is a presence demon. has found its way. كنت مقتنع السنة اللي فاتت لما شفت فيلم ذا فيرست اومن انه الطريقة اللي اتعمل بيها هي الطريقة الامثل اللي المفروض تتحرك بيها كل افلام الرعب التقليدية او افلام الرعب اللي قايمة على الظواهر الخارقة والاشباح والعفاريت والحاجات دي. الطريقة اللي قايمة في الاساس على وجود حدوتة درامية متكاملة بجانب وجبة الرعب المعتادة. لكن مع مرور الدقائق في الفيلم الاخير من سلسلة افلام الرعب الاشهر ذا كونجورينج بدأت شوية اشكك في الاقتناع ده، ولقيتني بواجه نفسي بسؤال: هو فعلا كل افلام الرعب لازم تاخد طابع درامي عميق؟ والاجابه اللي توصلت ليها مع نهايه الفيلم انه لا. فكره الفيلم الرعب البسيط اللي بتقدمه افلام زي ذا كونجورينج كمان مطلوبه وليها الوقت بتاعها، خصوصا انه الفورمولا اللي بتمشي عليها اثبتت نجاحها بشكل متكرر. بيت مسكون وكيان خارق وعيله بتعاني وإد ولورين في المنتصف بالعلاقه الحلوه اللي بينهم وبس، بقى عندك فيلم رعب فعال. لكن بشكل ما ده ما كانش كافي خالص لمايكل تشافيز اللي من وقت ما استلم اخراج السلسله من جيمس وون وهو كان عايز ياخدها لمرحله اعلى واكتر نضج، بس للاسف بدون الخبره الكافيه اللي تمكنه من خلق التحول ده. لكن هنا انا لازم اقف. ليه؟ علشان كالعاده ارحب بيك. انا محمود ودي مناقشه سريعه على الفيلم ذا كونجورينج ذا لاست رايتس، او بمعنى تاني فيديو بصيح فيه عن مدى غضبي تجاه اللي اتقدم في الفيلم ده. فيلا بينا نبدا. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. فيلم ذا كونجورينج ذا لاست رايتس بيتيح لينا ان نلقي نظره على اخر قضيه في حياه الزوجين إد ولورين وورد، واللي احداثها الفعليه بتبدا سنه 1986 تحديدا لما بتهدي عيله سميرل مرايه اثريه غريبه لبنتهم، وكما هو متوقع هذه المرايه بتحل بالخراب والدمار على العيله كلها وتحول حياتهم لجحيم. في الوقت ده إد ولورين بيكونوا وصلوا لمرحله متقدمه شويه من العمر بتخليهم يتجنبوا استلام اي قضايا مؤقتا، تحديدا مع موجه عدم التصديق والسخريه اللي اصبحوا بيتعرضوا ليها من المجتمع حواليهم. لكن برضو كما هو متوقع بشكل ما بيحتم عليهم قبول التحقيق في قضيه عيله سميرل، خصوصا لما بيكتشفوا صلاتها الوثيقه بماضيهم وببنتهم الوحيده جودي. I know how to protect you this time. طيب خلينا نبدا بشويه معلومات سريعه كده. اولا الفيلم ده زي كل افلام السلسله قائم بحد ذاته ومفيش اي داعي لمشاهده اي جزء من الاجزاء القديمه قبله. في الغالب لما بتشوف افلام السلسله القديمه قبل مشاهده اي فيلم جديد ده بيفيد بشكل بسيط جدا وانت بتتفرج، بس الفيلم ده تحديدا عدم مشاهدتها هيفيد اكتر لانه هيقلل شويه من شبح المقارنات اللي ممكن بسهوله يقضي على الفيلم. ثانيا كونجورينج لاست رايتس مش فيلم وحش ولا ممل، بالعكس تماما، ده بيحاول يبقى مخلص لارث السلسله على قد ما يقدر في تقديمه لقصه سهل قوي التواصل معاها والاستمتاع بفصولها، خصوصا انه اهم عناصر السلسله لسه موجودين ويمكن بافضل طريقه ممكنه. قصدي طبعا على فيرا فارميجا وباتريك ويلسون اللي كالعاده وجودهم على الشاشه خاطف ومؤثر، وزاد على ده احساس بالخبره والثقه ميزت ادائهم وخلته جذاب وملحوظ جدا في الجزء ده. طيب اذا كانت كل العناصر اللي بتميز افلام ذا كونجورينج في العاده موجوده، طيب فين المشكله بقى؟ المشكله ببساطه بتتلخص في اللي اتكلمت عنه في اول الفيديو، الطموح اللي عند مخرج الفيلم باخذ السلسله دي لمرحله اعلى بشكل لا يتناسب تماما مع خبرته المحدوده كمخرج، وبالتالي كل ما هو جذاب في فيلمه تراجع لمرتبه ثانيه قدام الرؤيه اللي حاول يفرضها على قصته، الرؤيه اللي حولت فيلمه بشكل مقصود لفصل تقديم طويل جدا لحدث من المفترض انه مرعب وقاتل. حدث تم تقديمه في اول الفيلم على انه السبب وراء تقاعد إد ولورين، لكن مع الوصول ليه بتكتشف انه ما كانش ابدا بالقوه الكافيه علشان يستاهل فصل التقديم الطويل ده كله. وبقول مقصود لان تشافيز استغل فصل التقديم ده في فرد خيوط قصه مفككه كان مقتنع انها هتدي الفيلم وزن اضافي، لكنها في الحقيقه نزعت منه اهم هدف اساسي المفروض ان هو جاي يعمله، وهو انه يبقى فيلم مرعب. فيلمنا بيتحرك من خلال خطين احداث، اولهم طبعا هو خط عيله سميرل اللي المفروض ان هو بيمهد للحدث المرعب في النهايه، والخط الثاني واللي له نصيب الاسد من مده الفيلم هو خط عيله وورن، وده خط مليان بكل ما هو رومانسي وعائلي وكوميدي ومكرر وغير مكتمل. شبح الرعب الوحيد اللي فيه بيتمثل في هواجس لورين اللي بتعبر عنها بجمله واحده بتكررها يمكن اكتر من 17 مره خلال الفيلم، انه في حاجه غلط بتحصل بس هي مش عارفه ايه نوعها، بجانب محاولات خجوله جدا للبناء الجامب سكيرز ابدا غير فعاله. لا ده في اوقات كتير اصلا بيتم التمهيد ليها بشكل طويل قوي والتمهيد ده بيخلص بدون ما يحصل اي حاجه حرفيا. الجانب الوحيد المثير للاهتمام في الخط ده كان القدره اللي ترسها جودي لورين عن امها في رؤيه بعض اجزاء من ماضي ومستقبل
لاي مكان بتكون موجوده فيه. الجانب اللي لوحده كان قادر انه يخلق صراع مرعب ومؤثر، لكن زيه زي كل الجوانب اللي ركز عليها تشافيز في الخط ده كان عبثي ومفكك وغير مكتمل. عشان يبقى الناتج انك بتلاقي نفسك قدام فيلم بيحافظ ظاهريا على الجوانب المميزه للسلسله، بس من جوه بيحاول بشكل كامل انه يتمرد على الجوانب دي، لا وبيخليها كمان تتراجع لمراتب متاخره في قائمه اولوياته. وده كله بسبب مخرج لو سامحناه على محدوديه قدرته سواء في خلق مشاهد رعب مؤثره او جذب اهتمام المشاهد علشان يوصل معاه الهدف الاكبر اللي بيبنيله، صعب قوي نسامحه على اخفاقه في التحكم في اسلوب السردي والعشوائيه والتكرار اللي تنقل بيهم بين مواضيع القصه اللي هو نفسه اقحم نفسه فيها بدون ما حد يطلب منه. عموما ده لو ما كانش واضح من خلال كلامي، فانا خارج مش راضي ابدا عن التجربه اللي اتقدمت في الفيلم ده، وحاولت اقدم نبذه سريعه عن مشاكلي معاه اللي تاني لا تكونوا فيلم يتشاف، لانه اولا واخيرا في ظل عشوائيته دي هو عارف يحافظ على شويه تسليه ناتجه عن بواقي روح جيمس وون اللي بتحتضر في الفيلم ده. عشان كده تقييمي له هو 5 من 10. وما اعتقدش ان القصه دي هتنتهي هنا، ما اعرفش بصراحه هتكمل ازاي، خصوصا انه على حد فهمي قصص ذا كونجورينج مقتبسه من مذكرات الزوجين لورين الحقيقيه، لكن في بوادر في الفيلم ده بتشير لانهم عايزين يسلموا الرايه لاجيال اصغر. واعتقد حماسي تجاه السلسله هيكون في المقام الاول مرتبط بوجود مايكل تشافيز من عدمه كقائد ليه. وبس دي كانت كل حاجه عندي النهارده. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا. من رايكم عن الفيلم وشفتوه. انا محمود وسلام.